السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي المتبعات ديالي، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال ان شاء الله. حلقه جديده مسلسل ناس الملاح. كما شاهدنا في نهايه الحلقه الماضيه كانت مع ملكه وفريد، ملي جلسوا كيهضروا وفريد كيحاول ياكل الدماغ ديال الاخت ديالو غير بالهضره. قال لها انا هو ما يقدرش يعيش بلا بها وكيتمنى ديما يكون حداها، وبغاو يتعشاو فقط غير جوج بيهم. داكشي اللي خطط ليه ملكه، ولكن فريد عنده خطه اخرى. من بعد غادي يسمعوا الدقان ديال الباب، غادي يفتحوا الباب. هنايا ملكه تصدمت بزاف من داكشي اللي شافت. غنشوفوا في الحلقه المواليه ان اللي دق عليهم هي ليلى اللي جات عندهم للدار. اكيد فريد هو اللي استدعاها، ولكن اكثر حاجه صدمت ملكه ان ليلى حتى هي زولت الابيض، يعني ما تسناتش تتفوت العده حتى هي باينه بحال مع الصباح حتى هي من الراجل ديالها وصافي. المهم راها زولت الابيض. صافي غادي تدخل وغادي يتخاصموا عاوتاني واحد شويه، ولكن فريد كيحاول يهدن في الاخت ديالو، حيت ليلى متفق هو وياه على خطط بزاف. لما غادي يتعشى معاهم، وغادي تقول لها ملكه ان الزوج ديالها كان عشاق ملال، يعني واحد الفتره وصافي، وغادي تتخلى عليها، يعني غادي تتخلى على ليلى، يعني اولا يقدر يتزوج بها كما يتزوج عليها زعما كما تزوج على ملكه، يعني الزوجه الثانيه. المهم فريد غيبقى بيناتهم وكيهدن في الاخت ديالو. فريد كيلعب بليلى وايضا كيلعب بجنين اللي عمر ليها راسها. قال لها خاصكم تبيعوا الدار، خاصك ضروري تضغطي على مسعوده باش تبيعوا هذا الريستو، والمهم تبيعوا المحلات ديالكم وتشريو في بلاصه اخرى. اكيد غادي نوقف معاك وديما نلقاك وغتلقاني في جنبك. شفنا جنين ان بصح تيقات فريد وعجبها، رغم ان حكيمه نبهتها وايضا حتى مسعوده قالت لها راه هذاك ما يصلحش ليك، راه كيضحك عليك وصافي. ولكن جنين لا، ما تيقات حتى شي واحد. غادي تمشي عند مسعوده وغادي تحاول تقنعها، غتقول لها ضروري خصنا نخويو هاد الدار، نخويو هنايا نبيعو ونشوف شي بلاصه اخرى. راه فريد راه ما يبانش لكم انه خايب، بالعكس راه زوين، راه هو اللي غادي يوقف معنا حتى نشريو شي بلاصه اخرى. ولكن هادشي كله غير كيضحك عليها. هي مازال غادي تكتشف ان فريد غير كيضحك عليها، وان حكيمه ومسعوده هما اللي كيقولوا بصح، ولكن ما غتكتشف هادشي حتى يفوت الفوت. بالنسبه ليوسف اللي حاقدين عليه خوتو، حاقد عليه عبد الكبير، نورا والزوج ديال نورا، وايضا الاخ ديالهم الاخر صراحه نسيت عليا سميتو. غادي نشوفوا انهم غادي يديروا خطه، يعني عبد الكبير والاخ ديالو وراجل نورا غادي يخططوا مزيان باش يتهناو منه. غادي يمشيو لواحد البلاصه غادي يعيطوا عليه، اولا غادي يعيطوا عليه بسميت شخص اخر انه بغى يتلاقى معاه ويهضر معاه في شي موضوع اللي هو مهم. المهم هو غادي يمشي، غادي يبقى يتلفت ويقلب على داك السيد اللي عيط عليه. غادي يكون الاخ ديالو الوسطاني مورا وراجل نورا، غادي يضربوه على راسو، غادي يسيل بزاف منه الدميات، غادي يطيح على الارض، يتنقل للمستشفى. اكيد ما غاديش يموت، ولكن غادي يكون مضروب بزاف. زهره غتكون معصبه وغادي تقول لابراهيم ها شتي داكشي اللي قلت لك خوتك عفوا قلت لك ولادك راه كيكرهوا خوهم بزاف، انا خاصك تشوف لنا حل، ولكن انت ما تيقتنيش نهائيا، راه عماهم الطمع. اكيد غادي يقتلوا لي ولادي، لا شروق ولا حتى يوسف. هادشي اللي درتي راه ما مزيانش. اولا بعدا هو دار الفرزيات بيناتهم، يعني دوك الفلوس كاملين دارهم في الحساب ديال يوسف، ويوسف هو اللي غادي يعطي لكل واحد الخلصه الشهريه ديالو، يعني بحال خوتو خدامين عنده هو، ماشي هادوك الاملاك ديالهم. داكشي علاش حاقدين عليه بزاف وبغاو يحيدوه من الطريق ديالهم. انا بالنسبه لشروق اللي هي فرحانه بزاف مع الشخص اللي تلاقات معاه، غادي يخرجوا غادي يدوروا وعاوتاني غادي يتلاقاو مره اخرى، ولكن هي ما عرفاتش ان هذا الشيء كله غير خطه، ان هذاك السيد ما كيبغيهاش نهائيا. هذه فقط غير خطه من ملكه وفريد صيفطوا لها داك الدري، يعني اي هضره قالها لها فين خدام ولا فين عايش، هذاك الشيء كله غير كذوب، غير باش تعلق به اكثر واكثر. فعلا شروق غادي تبغيه، غادي يعجبها بزاف. كل مره كتفكر فيه وكل مره غادي تلاقاو، حتى من بعد غادي يقترح عليها الزواج. هو غادي يجي باش يخطبها من دارهم، ولكن باها ما غاديش يبغي في الاول، ولكن من بعد غادي غادي يقبل، حيت هي غادي تضغط على الاب ديالها، غتقول لها الا ما تزوجت بهذاك ما عمرني مازال غادي نتزوج. المهم غادي تندم بزاف حيت غادي تعدى عليها، وشحال من حاجه غادي توقع مازال بالنسبه لشروق، حيت تاقت فيه، ولكن كما قلت لكم غير كيضحك عليها.
اما بالنسبه للبوليس اللي مازال كيحققوا في الموت ديال عبد العزيز، شحال من واحد غادي يستدعيه وشحال من واحد غادي يحققوا معاه مازال، ولكن مازال ما لقاوش الخيوط ديال هاد الجريمه. غادي يستدعيو عاوتاني ليلى وغادي يشكو ملي غادي تحيد حتى هي الابيض. غادي يقول لها يجيبوا لي تجيب لهم يعني عقد زواج هنا فين غادي يكتشفوا الخيوط ديال هذه الجريمه. ملي غادي يشوفوا عقد الزواج يعني هذا الشيء مازال حتى الحلقات الاخيره ان شاء الله. ملي غادي يشوفوا عقد الزواج وغادي يلقاوه مزور وغادي هنايا غادي يحصلوها، غادي يقول لها كيفاش تجيتي لهنايا وشكون ولا مع من درتي هذه الخطه، علاش قتلتيه، انت قتلتيه غير باش تاخذي الاملاك ديالو ودخلتي لهاد العائله على انك يعني الزوجه الثانيه ديال عبد العزيز. داكشي علاش جيتي وداكشي علاش قتلتيه باش ديريه الاملاك ديالو. المهم غادي يحققوا معها مزيان هنايا فين غادي يوليو يكتشفوا الحقيقه شويه بشويه. من بعد غادي تجبد حتى فريد، يعني اكيد فريد غيمشي فيها حيت هو اللي مخطط لهذا الشيء كله وقلب على ليلى رغم انها كانت كتعرف ابراهيم. وهذا الشيء ابراهيم ما بغاش حتى شي واحد يكتشفه، داكشي علاش كيحاول يسكت في ليلى وغادي يعطيها داكشي اللي بغات. اما بالنسبه لفريد اللي غادي يكتشف مازال انه ماشي الاخ الحقيقي ديال ملكه، ان ديك العائله ماشي عائلته فقط، غير رباو حيت عائلته الاصليه يهوديه اصلا ومشاو خلاوه في المغرب بوحدو، وملي خلاوه شافتو عائله ملكه وخداوه هو باقي صغير رباوه بحال ولدهم، يعني كانت عندهم غير ملكه فقط. من بعد غادي يقلب على خوتو، غادي يقلب على عائلته وغادي يغوت على ملكه، غادي يقول لها انا ما عرفتش خوتي فينا هما، راه ضروري خصني نقلب عليهم ونقلب على عائلتي. داكشي علاش اصلا هو بغى ينتقم منها على داكشي كله. وعبد العزيز ملي كان خدام عنده فقط ما كانش كيعتبرو بحال يعني الاخ ديال الزوجه ديالو، وانما يعني خدام بحالو بحال الاشخاص الاخرين كيعطيوه الخلصه ديالو. يعني هادشي كله خلاه ولا يعني عمى ليه الطمع عينو وبغى يعني ينتقم وياخد كاع الاملاك ديال عبد العزيز، والاخت ديالو يعني ما كتهموش نهائيا حيت هي اصلا ماشي الاخت ديالو الحقيقيه. بالنسبه لعائله يوسف يعني الاخوه ديالو كما قلت لكم بغاو يصفيوها ليه، بغاو ينتقموا منه ومن داكشي اللي كيدير الاب ديالهم. مازال غادي يخطفوا الاب ديالهم وغادي يكتفوه في واحد البلاصه. هنايا يوسف غادي يقول لخوتو راه الا وقعت لي شي حاجه ما تلوموا غير راسكم، راه نتوما السبب. هنايا يقول هما يعني غادي ينكروا ان داروا الاب ديالهم شي حاجه، المهم غادي يقلبوا عليه ولكن راه هما اللي غادي يشدوه غادي يكتفوه في واحد البلاصه على اساس انه يعني غبر ما كاينش. باش هنايا دخلوا لهم الساحه وبغاو يتهناو حتى من يوسف. المهم هادو معظم الاحداث اللي غادي نقدروا نشوفوهم في الحلقات المواليه ومسلسل الناس الملاح. شكرا، الى اللقاء.